والحقيقة يعني هذه النوعية من الكتابة في الشخصيات هي يعني حساسة، بالفعل حساسة، لأن تلتقي ساعات بالشخصيات يعني لأن ما تطرقت لهم فالبعض منهم شوي يزعل، يعني على الرغم أنك أنت تطرقت لناس قريبين له بس ما تطرقت له. طبعا الواحد مهما كان ما يقدر يغطي، يعني أنا كتب مالتي مثلا فريج الفاضل أو فريج الحورة أو شخصيات أو وجوه لا تنسى، مجموعة هذه الكتب فيها العديد منهم، ولذلك يعني لابد أن يكون في تقصير، ولكن ذا التقصير غير مقصود. في نفس الوقت بعد هذه يعكس مدى الحريات الموجودة في البحرين. هذه الكتاب اللي هم هذه الكتب ما تتكلم عن جانب واحد من الشخصيات، هذه حسب ما كتب لي محمد جابر الأنصاري الله يطول في عمره، كتب لي رسالة وقال لي انك انت تتكلم عن شخصيات مختلفة الاتجاهات السياسية والوطنية وغيرها، فما عندك انك انت تتحيز حق مجموعة معينة مجموعة معينة، لا تتكلم عن كل التوجهات والآراء الموجودة من رجال دين، من رجال سياسة، من رجال اقتصاد، من رجال اجتماع. فهذه ناحية جدا أتصورها مهمة، بالإضافة أن ما يقتصر بس دليل على البحرينيين، لا حتى على الشخصيات القديمة اللي عاشوا معنا وللوقت عايشين معنا، اللي هم اليهود، اللي هم البنيان، هذا جزء من المجتمع البحريني، وعلينا ان احنا ان نذكرهم ونذكر مواقفهم معنا. الدافع وراء الكتابة هو تعطي شعور طيب لما تكتب عن إنسان توفى أو إنسان موجود، وأنا أركز على الناس الموجودة وبذلت جهد وقامت بأعمال وايد طيبة، علينا أن احنا قبل وفاها يجب أن احنا نذكرها. فاحنا عندنا شخصيات جدا طيبة، فلا بد ان احنا نتعرض له ونكتب عنه. في شيء مهم واللي هو الشباب جدا جدا مهم، يجب علينا ان احنا ندعمهم بكل وسائل ونبعدهم عن كل الاشياء المضرة لهم لعوائلهم وللوطن، ولذلك علينا ان احنا نوفر لهم كل وسائل اللي تنمي مواهبهم.